السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. كتير منكم يا أخوان طلب مني إنه أرد والله على عابد فهد. شوف عابد فهد إيش حكى كلام وقال إن هي الدولة دولة إرهابية ولا تمثلني. رد على فلان ممثل، رد على ليث المفتي، رد على أمل عرفة، رد. وأنا والله كنت أستخسر يعني وقتي إنه والله بدي أطلع حلقة كاملة حتى أحكي على عابد فهد ولا أمل عرفة ولا يارا صبري، يعني والله عيب. يعني حتى وقتي ثمين ووقتكم أيضا ثمين، إنه أخصص لكم حلقات للرد على هؤلاء بين قوسين فنانين. فهي الحلقة بدي أرد على جموع الفنانين كلياتهم هيك أجمعهم بحلقة واحدة، وما بيستاهلوا من وقتي ووقتكم إلا حلقة واحدة. أول شيء يا أخوان لازم تعرفوا إنه مهنة الفن أو التمثيل ما كان اسمها الفنان، ما كان اسمه فنان، والممثل ما كان اسمه ممثل، كان اسمه مشخصاتي. مصر من زمان كانوا يقولوا على الممثل مشخصاتي، اللي يعني بياخذ شخصيات عديدة، مرة شرير ومرة تانية شخصية أخرى. فكانت من المهن المحتقرة، محتقرة يعني في بنظر الشعب المصري، إنه هذا المشخصاتي بنلجأ له هيك لما بدنا نتسلى، لما هيك بدنا نتسلى نشوف رقاصة، نشوف فنان، نشوف شخصاتي هيك يعني صراحة. تصوروا يا أخوان كانوا ممنوعين من الشهادة، لا تقبل لهم شهادة في المحاكم الشرعية في مصر، إلى أن أتى جمال عبد الناصر. يعني كان أيام الملك فاروق نوعا ما كانوا يحتكموا أو يحكموا نوعا ما بالشريعة الإسلامية. فلما أجى جمال عبد الناصر وحكم العسكر ولغى الحكم بالشريعة الإسلامية، فصارت بقى صار تقبل بقى شهادتهم، وصار لهم عزوة، وصار بايك يعني جمال عبد الناصر والعسكر يعني يدعموا هذا المحيط، محيط الفن والعهر. لأن حكامنا بدهم يكون هيك يعني ينشروا العهر في المجتمعات العربية، يفككوا المجتمع، يفككوا أخلاق المجتمع. فهذا المشخصاتي اللي ما كانت تقبل شهادته، فصار يطلع علينا وصار ينظر علينا وينظر على الدولة، وهي الدولة لا بقبل فيها، لا ما بقبل فيها، لا حكومة إرهابية ما بتمثلني. على سبيل المثال عابد فهد، لك صار لك 14 سنة ساكت ومسكر تمك وما حكيت كلمة يا ظالم، كلمة ما حكيت استنكار بحقنا نحن. هالمجازر الرهيبة، هالبراميل المتفجرة، سجون صيدنايا، سجون تدمر، المجازر 2 مليون شهيد، البعض بيقول مليون، 2 مليون شهيد، ما حكى ولا كلمة واحدة انتقد فيها بشار الأسد. أما لما أجى السيد الرئيس أحمد الشرع كتب بوست حكومة إرهابية لا تمثلني، وغيره وغيراته. أنا ما بدي أحكي عن دول الممثلين، أنا بدي أحكي عن الممثلين اللي على أساس هن معنا من أنفسنا محسوبين على الثورة، أمثال يارا صبري، عبد الحكيم قطيفان، ماكسيم خليل، لك أي واحد منهم، فارس الحلو. شفتوا شي واحد منهم كتب منشور انتقد من خلاله موقف الدروز الهجري؟ يعني هذا الحدث العظيم الرهيب، الخيانة العلانية، هيك خيانة علانية يا أخوان. العلم الأزرق يرفرف، العلم الأزرق حاليا في السويد عم برفرف، صارت الخيانة عادية. دمشق انقصفت بسبب مقر الأركان يا رجل، لك راح فيها شهداء، لك راح فيها شهداء. مثل هيك حدث عظيم كتير كبير ما تعلقوا أو تستنكروا ولو بوست واحد. أما بالمقابل يعني نفسهم هدول الفنانين خطيفان ومعرف مين ومكسيم ويارا صبري، سويداء القلب، يا سويداء القلب، بتعاطفوا مع دروز الهجري. وفي انتهاكات حصلت بحقهم. طب ما في مشكلة يا أخي، خلي عندك عينتين، ما يكون عندك ضمير انتقائي. أحقر صنف من أصناف البشر اللي عنده ضمير انتقائي، اللي هو بحرك ضميره وقت ما بده. أما إذا بشوف مجازر أو ولا بشوف خيانة ولا ما بيحكي عنه نهائيا أبدا. هدول هن الفنانين بتلاقيهم دائما داعمين لأي مكون أو كيان أو حزب ضد الإسلام أو الإسلاميين أو ضد الحكم المسلم. شفتوا إصرار بمصر، مع أن محمد مرسي ما فرض الشريعة الإسلامية عليهم، وكان جدا متسال ومتسامح، وحاول جاهدا يبرهن يا أخي نحن ما اجينا نشان نفرض الشريعة الإسلامية، لكن بس لأنه يعني عنده مصطلحات إسلامية، بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عنده لحية، خلفيته إسلامية، انقلبوا عليه. ودائما مع مين انضموا مع الأقباط وانضموا مع العسكر. هيك الفنانين دائما في كل دولة من الدول العربية والإسلامية
تلاقيهم زيادة داعمة لأي شخص بهاجم المسلمين، هيك هي شغلتهم. فاحكي لكم عن مين احكي، انا اصاله نصري اللي انتم بتقدسوها، واصاله ويا اصاله، لك على ايش عم تقدسوها؟ على ايش عم تقدسوها؟ انه ناصرت الثوره ببوست بس هيك يعني؟ اصاله النصري هي نفسها اللي هاجمت بشار الاسد على اساس واستنكرت مجازره، هي نفسها اللي عملت اغنيه ومدحت من خلال هي الاغنيه السيسي اللي ذبح اخواننا في مصر. اصاله طلعت وغنت له يا رجل. مستحيل ابن الثورة عنده مبدأ ثابت. انت ضد الظلم في سوريا، انت حكما وقطعا لازم تكون ضد الظلم في مصر، وضد الظلم في كل دولة من دول العالم، لان انت مبدئي، انت انسان صاحب مبدأ. اما اذا انت عم تنكر الظلم في سوريا ولكن ما نكرته في مصر، اصبح انت يا اصالة نصري كنت حاطة في راسك انه الثورة السورية مثل الثورة التونسية، الليبية، الثورة المصرية، شهر شهرين وبسقط النظام. فبدك يعني تلحقي حالك وتركبي بسفينة النجاة، واني والله فنانة الثورة. والله انا واثق انه اصالة نصري بعد سنة سنتين ندمت، قالت انا ايش عملت بحالي. ولا على ولا احكي لكم على عبد الحكيم خطيفان اللي عمل بوست هيك، يعني بوست مأساوي كتير كتير، وقال انه ما اظن يعني في شيء يدعوك انك ترفع راسك فوق انك سوري حر، خلص هي الغنية ما عاد لها لازمة. هيك زعلان على الشيء اللي صار بالسويدة والانتهاكات اللي صارت بالسويدة. ما حكى على الانتهاكات اللي عملوها دروز الهجري تجاه البدو، وما حكى عن رفع علم الازرق ويعني خيانة علانية انه خيو نحن بدنا ننفصل. عبد الحكيم اختفان بكل سهولة وبساطة كان متوقع يطلع له شيء، يعني نقابة فنانين يا أخي، لكن ما طلع له شيء، انقلب على الحكم. وشفناه بمقابلة قال إنه أنا والله مالي مرتاح لهي الحكومة. السيد عبد الحكيم اختفان ما هو مرتاح لهذه الحكومة ولا أشعر بالارتياح. وأيضا هذا شأنه الخاص على كل الأحوال، بس يعني عشان تفهموا كلامه، قال أنا يعني لا أمارس الطقوس الدينية، سماها طقوس، يعني هو ملحد الرجل، هذا رجل ملحد، هذا شأنه الخاص. لكن لا تجي تهاجم الدولة أو ترمي بوستات هيك يعني نقد خبيث هيك تحت شعار الوطنية وانت حزين على الشيء اللي عم بصير بالسويد. إن كنك رجل انتقد بشكل مباشر خيانة دروز الهجري، انتقد خليك رجال. أخيرا بقول لكم شغلة هيك فكرة، انه قلت لكم سابقا انه الدرزي انتمائه للوطن من منظور درزيته. يعني اذا كان حاكم هذا الوطن درزي فانا بنتمي لهذا الوطن، والعلوي ينظر وينتمي للوطن من منظور علويته. يعني هن كانوا منتمين لسوريا لما كان بشار الاسد مستلم الحكم. لما سقط حكم بشار الاسد واجى الحكم مسلم، حكم الاغلبيه، وهذا شيء طبيعي، ما عاد عندهم انتماء للوطن لأن ما هي الطائفة اللي عم تحكم. وأيضا يا أخوان، الفنان ينتمي إلى هذا الوطن من خلال، ما بدي أحكي كلمة كبيرة ولكن يعني خلينا ننتقي ألفاظها، من منظور العهر تبعهم. عندهم هيك محيط لازم يتوفر، لازم يسكر، يشرب، يختلط، يعمل بده إياه وما بدي أحكي معه. ومع ان الدولة السورية موفرت له هذا الامر، لخيو اللي بده يسكر، اللي بده يسكر وبده يروح على المسجد يروح على المسجد، ما فرضنا عليكم شيء. لكن خوفا ما في المستقبل انه ممكن فرضا تفرض الشريعة الاسلامية، فمن هلا بحاربوها. اختصر المشهد كله صراحة وكان صريح مين؟ المشخصاتي اللي اسمه ليث المفتي. ليث المفتي يا اخوان طول المذابح اللي عم تصير بحقنا كان ساكت، مسكر تمه. تاني يوم من سقوط النظام طلع، شوفوا ايش طلع يا اخوان، شوفوا ايش طلع وايش حكى. يعني هذا اختصار لوضع الممثلين عندنا في سوريا. شوفوا يا اخوان، تفضلوا. ما بدنا ننتقل دقون الاخوان. يا اخي انت جاي على بلد ما بتحكي بالدين، المشكلة انت اجيت لعن شعب زهراوي. لا شوي ايش قال؟ قال ما بدنا ننتقل لدقون الاخوان. 54 سنة من دون الشبيحة ما حكى هذا المشخصات عنا ابدا. 54 سنة من دون الشبيحة ما حكى ابدا.
لكن قال لما اجى بقى حكم احمد الشرع او حكم المسلمين السنه وشفنا يعني ملتحين، ما بدنا ننتقل الى دقون الاخوان. وانت اجيت لبلد، شوف ايش حكى، انت اجيت الى بلد لا تحكم بالدين او بالاسلام، لا تحكم. الشعب السوري شعب زهراوي، يعني مصيف سكر وعربده وتحشيش وهيك يعني. انا مستغرب من هؤلاء السفله. يا رجل نحن يعني شفافين لا نرى. ال 80 85% من المسلمين السنة الداعمين لهذه الدولة واللي طواقين صراحة، نحن طواقين انه تطبق الشريعة الإسلامية. هذا كله ما عجبك، ما عم بتشوفونا يا مشخصية يا مشخصاتية، ما عم بتشوفونا شلون هيك يعني؟ ما بعرف. فهذا الرجل اختصر كل شيء، ما بده ينتقل للدقون، وبلدنا لا تحكم بالدين، مع ان هن ما حكموا بالدين بس هو خوفا من المستقبل. والشعب السوري شعب زهراوي بحب الحياة. بحب الحياة. انت عم تلغي اجيال، بس نحن بنحب فيروز، ما فيك تحرمني اياه. ما فيك تجي تقول لي لا بدك تسمع شعارات ومو هيك نفس الاشكال. بس هذا صار شبيح، هذا صار اخوانجي. ارجوك اخي احمد الشرع، بلد ما فيها وزارة ثقافة، ليه؟ ما بدنا ننتهي. يا وسخ يا قذر، نفس الاشكال عم بتشبه حكومة احمد الشرع اللي خلتك تطلع من تاني يوم بعد سقوط النظام عم تنتقده. يا وسخ، لو كنت عيان بشار الاسد وطلعت مو بهذا الفيديو، ربع هذا الفيديو كان خبوك. قمة الحقارة والسفالة انه الشخص اللي اعطاك الحرية تستخدمه حتى تهاجمه. هدول هن المشخصاتية. هذا كل شيء لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.